بصوا بقى النهاردة هوريكم ازاي تغيري في شكل فستانك او بلوزاتك بدون قص او خياطة، وكل ده في دقايق. تعالوا مع بعض نشوف. دي بلوزة جبير، شايفين؟ وده شريط ستان. دخلت شريط الستان جوه الفتحات بتاعة البلوزة ودككتها، وبعد كده شدتهم، وبعدين عملت شكل الفيونكة اللي احنا شايفينه ده، وبكده تبقى غيرت في شكل البلوزة. هي نفس البلوزة، وبرضو بتلبسها بطريقة مختلفة. هنا بتلبسها جابتها بالعكس، قلبت اللي فوق تحت واللي تحت فوق، وبعدين جابت الدبوس ده من النص وغيرت في شكلها، وعملت حاجة للفستان اللي هي لابسة. شايفين؟ ولبست عليها هنا الشنطة. هنا ده وشاح او سكارف او اشارب، هتلبسه بطريقة اللي احنا شايفينها دي، طريقة جديدة ومختلفة وشيك في نفس الوقت. ده استك الفلوس العادي، مسكته من النص وبعدين فتحت الكشكاشة دي، بتديها الشكل اللي احنا شايفينه، شكل الوردة ده. وجابت الحرفين، واحد رميته على ظهرها والتاني نزلته من قدام. ده فستان، دي قطعة قماش عملتها فستان. دي توكة بتاعت حزام. وبعدين جابت الحرف التاني دخلته جوه التوكة وربطتهم، وخلت حرف على ورا والحرف التاني على قدام. فكرة بسيطة جدا وسهلة، وعملت فستان. ودي شريط، وده شريط قطعته من نفس القماشة وحطيته على وسطها زي ما احنا شايفين. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش بقى بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ده فستان بحمالات، وبعد كده لبست عليه الجاكيت الاسود. هنا بتنسق الملابس مع بعضها، الاسود مع الفستان اللبني. هنا كمان بتنسق عليه لون تاني، شايفين؟ ده لون تاني ونسقته مع الفستان. هنا الاسود مع اللون الكشمير. دي فاكرين البلوزة اللي شفتوها في اول الفيديو؟ دي البلوزة اللي كانت موجودة في اول الفيديو. هنا بنسقها برضو مع الملابس. تلبس هنا التوب مختلف، تنسيق كذا لون مع بعضه، الكشمير مع الاسود. ده شميز، وبعد كده هنشوف هتعمل ايه في الشميز. شايفين؟ هنا جابت تاني الحرف على قدام، وبعد كده شبكته بالدبوس، دبوس المشبك العادي، وشبكت الناحية التانية، وبعدين خدت الزراير زرارتها. هنا عملت قصة في الشميز، وبكده تبقى غيرت بشكل الشميز. حاجة بسيطة جدا، من غير قص ومن غير خياطة، وغيرت في شكل الملابس. هنا دي بلوزة، نفس الفكرة الأولانية نفذتها في البلوزة. يعني ممكن تغيريها على كذا بلوزة، تاخدي الفكرة وتنفذيها على كذا بلوزة. هنا كمان ده سكارف أو الوشاح، بتغير في شكله. هنا جابت العقد وبرمته على برمت السكارف على العقد، ودخلت حرفه في العقد، ودخلت الحرف التاني الناحية التانية، وعملت الشكل الرائع اللي احنا شايفينه. دخلته جوه البلوفر. هنا بتحطه على كتفها، جابت ناحية على كتفها حرف والحرف التاني على ورا. ودي قطعة قماش جابتها وربطتها على دراعها على كتفها. شايفين؟ ربطتها ربطة عادية جدا، وهنا شبكت الدبوس من النص، وبعدين جابت قطعة قماش منقوشة وشبكتها مع الدبوس اللي شبكت بيه الفستان. وهنا في الحرف كشكشة الحرف اللي على كتفها، وشبكته بالدبوس، واداها الشكل الرائع اللي احنا شايفينه. دي كمان قطعة قماش، جابت قطعة القماش وبعدين
خدت النص وسابت الحرفين وربطتهم وشبكتهم مع بعض بالدبوس اللي احنا شايفينه. وبعدين خدت الحرفين التانيين على ورا وخدت الزيادة كلها دخلتها جوه بعضها وجابت الزيادة على قدام وشبكتها بدبوس وعملت قصة في الفستان وخدت الزيادة اللي ورا شبكتهم برضو الحرفين اللي هي سابتهم. شايفين عملت تصميم فستان رائع في ثواني بدون قص بدون خياطة بدون لا شيء، ولبست عليهم الحزام. هنا ده كمان اشارب اشارب بنفس لون الفستان اللي هي لابساه، كشكشته وبعدين خدت الكشكشة اللي هي عملتها وشبكتهم ربطتهم استك الفلوس العادي، وبعد كده دخلت الحرف الطويل جوه الاستك وهنا بتفتح الكشكشة من بعضها علشان تديها الشكل الرائع اللي احنا شايفينه. وبعدين جابت الحرفين التانيين شبكتهم ولبستهم خدتهم على رقبتها من ورا، وبكده عملت قصة للفستان من قدام بطرحة ومسكت هنا عليهم الشنطة ولبست الشابو. شايفين الشياكة والروعة من قطعة قماش من غير أي شيء. هنا دي قطعة قماش دي قماش قشر السمك، جابت الحرفين وشبكتهم على ورا بالدبوس وبعدين لمت الحرفين التانيين على ورا برضو على ظهرها وجابت الزيادة على قدام وبعدين شبكتهم بالدبوس اللي احنا شايفينه وعملت فستان رائع، فستان سواري. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش بقى بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. شايفين شكل الفستان هنا حطت الدبوسين دول وغيرت في شكله ولبست التاج ده ينفع خطوبة. هنا ده بلوفر، البلوفر قلعته وبعدين جابت الكم شبكته في حرف البلوفر بدبوس والكم التاني شبكته برضو بحرف البلوفر وعملت هنا الشكل للبلوفر وغيرت في شكله وحطت الوردة اللي احنا شايفينها دي بتتباع جاهزة. حاجة بسيطة جدا وادت شكل رائع. ده جيب لبسته زي ما احنا شايفين وبعدين حطت الوردة وبعد كده بتلبسها بطريقة تانية، يعني غيرت شكل البلوزة ل3 مرات أو 4 مرات بأشكال مختلفة، كل ده من الجيب بدون قص بدون خياطة. هنا حطت الوردة، هنا بتحط على دبابيس على الكتف. دول 2 جيب هتعملهم فستان. شايفين عملته فستان طويل لبست الاتنين، واحد على الصدر من فوق والتاني لبستها جيبة وبعد كده عملتهم فستان رائع طويل. هنا بتغير في شكل الفستان، رفعت الجيب اللي تحت لفوق شوية وقصرت الفستان يعني عملته فستان كرانيش. هنا بترفع الفستان البلوزة الجيب وبعد كده رفعته رمته على ورا اداها الشكل اللي احنا شايفينه. هنا مسكت الحرف بتاعه بالدبوس والناحية التانية وغيرت في شكل الفستان. حاجة بسيطة جدا وغيرت في الشكل. هنا دي عفريتة هنشوف هتعمل ايه. دي قط او بحمالات. هنا هتعمل كمام للعفريتة، جابت قطعة القماش دي وبعدين دخلتها جوه كم العفريتة وبعد كده تنت كل الحرفين مع بعض على فوق وقصرت الكم عملته كم قصير منفوش. ده إشارب، جابت الإشارب وتنته زي ما احنا شايفين
وبعد كده جابت الحرفين على قدام وشبكتهم بالدبوس اللي احنا شايفينه او بالبروش ده. وبعد كده قلبتها الناحية التانية، جابت اللي عملته قدام على ورا، وبعد كده دخلتهم وعملتهم كمام. شايفين بحركة بسيطة جدا جدا عملت شكل البلوزة الرائع اللي احنا شايفينه.